خدتوا بالكم من حاجة كده حصلت في افتتاح المتحف المصري الكبير؟ 1922 كان في عمال مصريين شغالين في وادي الملوك في لوكسور، وكان شغال معاهم طفل صغير كل شغلة ان هو يملى القلة المية ويحطها في التراب علشان تفضل ساقعة. يوم وهو بيحاول يثبت القلة في الارض جاب عصاية صغيرة وفضل يحفر في التراب، وفجأة حس بحاجة صلبة تحتيه، حفر بايده شوية كمان ولقى اول درجة سلم تحتيه. الطفل ده ندى على العمال، والعمال ندهوا على المشرف، والمشرف نده على هوارد كارتر. الوقت ده كارتر كان بقاله مدة بيحاول ان هو يكتشف المقبرة، وكان خلاص يئس وهيمشي. كارتر جه بسرعة وبدأوا يحفروا حوالين المكان. لما كملوا حفر اكتشف ان السلم ده بيودي على باب عليه اختام ملكية عليها اسم توت عنخ آمون. وبعدها كارتر استأذن اللورد كارنافون علشان يفتح المقبرة رسميا. يوم 26 نوفمبر لما فتحوا فتحة صغيرة من الباب حط شمعة وبص جوه. اللورد سأله: انت شايف حاجة؟ قال له: شايف أشياء مذهلة. ده كان اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، اكتشاف الطفل المصري حسين عبد الرسول اللي عنده 12 سنة لمقبرة الملك توت عنخ آمون، ولقوا الآثار بتاعته 5975 قطعة زي ما هي. الملك توت عنخ آمون كان أصغر ملك يحكم مصر، مسك الحكم وهو عنده 9 سنين وتوفى وهو عنده 18 سنة.